السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبعا فاتي تيفي. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد كيكه الكراميل. كتجي زوينه بزاف. كيكه العيد ان شاء الله بحول الله. كتجي اسفنجيه 100% ورطبه بزاف بزاف، والمقادير طبعا في متناول الجميع. المهم بقاو معايا في الفيديو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وراها كتجي رطبه بزاف بزاف زوينه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. يلا بقاو معايا في الفيديو. ناخدو خلاط كهربائي ونديرو فيه كاس ديال الحليب بارد، كاس ديال الزيت نباتيه طبعا العباره بالكيسان ديال العنبه، وكاس ديال سنيده، وغنزيدو معاهم واحد شاصيه ديال فلون كراميل، وغادي نطحنو الخليط جيدا. بعد ما طحنا الخليط ديالنا غادي ناخدو كاس ديال العنبه ونقصو فيه كاس الا ربع من الخليط ديالنا باش غادي نزينو به في التركيكه ديالنا. كيجي المذاق ديالو زوين بحال المذاق ديال الكراميل. غنزين به هو الكراميل منزلي صابوت ماما اللي ديالها. من بعد غتشوفوه معايا. صافي غادي ناخذ ديك الخليط اللي بقى لنا اللي في الخلاط الكهربائي، وناخذ نزيدو عليه 3 ديال البيضات بحال راس المطبخ طبعا، وشويه ديال الملحه ضروري، ونطحنوا الخليط ديالنا مزيان مزيان حتى ينسجم مع بعضياتو الخليط الاول مع البيض. نطحنوه مزيان 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 طبعا غير طحنوه مزيان ما تخنطوش باش كينسجم ديك الخليط الاول حيت قاصح شويه مع البيض ديالنا حتى كيتطلق. وفي بول غادي نكبو ديك الخليط ديالنا وغادي نزيدو معاه الدقيق. غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق الفورص ديال الحلويات. من بعد ما تغربل غادي نكبو الكاس الثاني وغنزيدو معاه 2 طاسيات ديال الحلوى، خميره الحلوى ديال 7 غرام ولا ديال 8 غرام بحال وغادي نخلطو مزيان مزيان هاد الكاس مع الخميره. وعاد ديك الساعتين نزيدو الكاس الثاني. وغير جربوا هاد الكيكه ما تندموش عليها، راه كتجي غزاله. العيد كبير على الابواب ان شاء الله. لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، والله يسهل على كل واحد. ديروها للضيف ديالكم، ديروها لوليداتكم، راها كتجي زوينه زوينه بزاف. دابا كنزيدو الكاس الثاني ديال الدقيق وكنخلطوهم مزيان. ما تزيدوا ما تنقصوا فيها، راه كتجي القياس ديال هو هذاك 2 كيسان كتجي معاه هي هذيك. ما يجيش القوام قاصح وما يجيش جاري، كيجي هو هذاك. المهم قاصح ما خصوش يجي قاصح. طبقوا غير المقادير والطريقه هي هذيك، راه كتنجح معكم من اول استعمال. هانتوما كما كتشوفوا القوام هو هذا. وصافي غادي ناخذ واحد المول ديال الحلوى وندهنوه اما بالزبده ولا بالزيت ونرشوه بشويه ديال الطحين باش ما تلصقش الكيكه ديالنا. كنكبوها وكندخلوها الفران وكنديروا هاد العمليه باش كتجي مساويه الكيكه ديالنا. من بعد ما طابت الكيكه ديالنا خرجناها من الفران وغادي ناخذ ديك الكاس ديال الخليط اللي نقصنا في الاول وكبيتو عليها وسرحته مزيان، وخديت الكراميل درتو في داك البوش وكنزين به هكا خطوط. ماشي كندير خطوط خطوط. هذا هو الكراميل اللي قلتلكم صوبت ماما، صوبته لي من قبل باش نزين به. كراميل منزلي المذاق ديالو زوين بزاف. شي مره ان شاء الله نشاركوه معكم، راه كيجي غزال. صاوبوه في الدار وزينوا به بلا ما تحتاجوا تشريوه، كيجي مزيون. دابا غادي نمشي كندير بحال هكا خطوط خطوط، غناخذ واحد العويد ولا خذوا شي حاجه اللي تصلح لكم تزوقوا بها وكديروا بحال هكا. انا كيعجبني هاد الزواق ديال الملفاي، كيعجبني بزاف، كيعطي ديكور غزال. وبديك الكراميل وديك الخليط كيجي زوين بزاف بزاف. المذاق كيعطي المذاق الكيكه غزال، وكتجي كيكه بنكهه الكراميل كتجي غزاله. وجربوها وغتحكموا عليها. صافي انا زينتها دابا. هانتوما كما كتشوفوا كتعطي واحد الديكور زوين والمذاق غزال.
وهذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا، الديكور ديالها زوين والمذاق ديالها غزال لا يقاوم. انا بعدا شخصيا كنحماق عليها. ها نتوما شوفوا شحال رطيبه، اسفنجيه رطيبه بزاف بزاف. وعاد منين ديروها راكم ما تستغناوش عليها. المذاق وديك المذاق ديالها بديك النكهه ديال الكراميل كيجي غزال. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وعواشر مباركة تدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر، وبسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.